السلام عليكم. معكم قناة دنيا، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. اليوم جبت لكم العسل هذا تاع الخلنج اللي حبيت نعرفكم به، اللي هو عسل طبيعي 100%. ماهوش عسل تاع السكر، عسل تاع جبل. خلنج هذا راهو متواجد في الجبل، وهذا النحل هذا اللي يدير العسل هذا تغذى من اشياء موجودة في الجبل. كما قلت لكم الخلنج وزهور، بعض الزهور. المهم يعني هو عسل طبيعي، يعني ما شاء الله هايل. اللي يحب يشري البلارة الكبيرة راهو يدير 350، والبلارة الصغيرة دير 250، والزيت الزيتون يدير اطراب 80 ألف. راهو كاين في اماكن يدير 100 ألف، بصح هما ديروه ب80. واش نقول لكم، زيت تاعهم ما شاء الله، والعسل تاعهم طبيعي 100%. راهو يعني دواء، العسل يعني مش تاع السكر، والله طبيعي كما قلت لكم. راح نعرفكم شويه على الخلنج ومن بعد نكملوا الفيديو. كما قلت لكم رقم الهاتف راهو في اسفل الفيديو. حنقول لكم على الخلنج هذا. الخلنج هو يعني كاين اللي يعرفوه كاين اللي ما يعرفوش. هي نبتة يعني توجد في، كما قلت لكم، في الأشجار. هذه الأشجار متواجدة في الجبل. الخلنج عنده فوائد عظيمة. فيه بزاف. وعلى كل حال يستعمل للشفاء. والعسل نتاع الخلنج حتى هو واش نقول لكم فيه منافع عظيمة، وفيه بزاف فيتامينات. اول منفعه العسل الخلنج مليح، اللي هو مليح لفقر الدم، سورتو الصباح هكذا يعني. تناولوا ملعقه صغيره منه الصباح، ومليح بزاف كما قلت لكم الفقر الدم، لانيمي. وثاني منفعه مليح قرح المعده، مليح حتى يريقلي لاتونسيون. مليح للتنفس، جهاز تنفس، انتي انفلاماتوار. مليح حتى للقلب، شرايين القلب. كما قلت لكم يعني فوائده عظيمه. قد ما نهضر لكم عليه قليل. انا راني بحثت عليه وشفت واش مليح، باش قلت نقدر نفيدكم في الفيديو تاعي. انا هنا عرفتكم شويه على العسل نتاع الخلنج والواش مليح. راح ان شاء الله ندير لكم اليوم وصفه للذاكره. كما تعرفوا الولاد كامل راهم على ابواب الاختبارات. رايحة نسي نعطيكم وصفة هكذا يعني بسيطة. ديروها لولادكم. هنا عندي شوية نتاع لوز، شوية نتاع جوز، وعندي شوية نتاع جنجلان محمص، وعندي حبات تاع زبيب. وانتوما ديروا اي مكسرات عندكم في الدار، اي مكسرات موجودة عندكم تقدروا ديروها. عندي هنا اول حاجة وضعت الجوز اللي كنت رحيته. نتوما ارحيوه باش عندكم اللي عندها رحاية نتاع البصل ولا رحاية نتاع الكوكاو ولا اي رحاية عندكم ارحيو. سينو يسيو برك تكسروه ولا تدقدقوه هكذا بحاجة. فوالا خلطهم مع بعض. ضفت هذيك الجنجلان. هنا حندير لكم كمية قليلة. من احسن يعني انا نقول لكم من احسن كي ديروا حاجة خلطة هكذا لولادكم للذاكرة، ولا اللي يحب هكذا اي دواء، ما ديروش بزاف لي كونتيتي، ديروا كميات قلال. كي تخلص زيدوا كملوا. كي تخلص لكم هذيك الكميه زيدوا ديروا كميه واحده اخرى. فوالا انا كملت هذاك اللوز اللي بقى لي، ورايحه نضيف عليه. دوك نحل لكم تشوفوا البلاره تاع العسل. كما قلت لكم هذه البلاره تاع العسل زوج، واحده كبيره فيها 500 غرام، تقدروا تقولوا نص لتر، او تقدروا تقولوا رطل. دير 500 غرام يدير 350. وهذا البلاره الصغيره والله ما على بالي شحال ترفد، دير 250 ألف. واحسن يعني واش قال لي البائع نتاع العسل، قال لي احسن عسل يعني في الوقت اللي تحبوا تشريوه هو عسل نتاع شهر ماي. فوالا شوفوا كيفاه القوام نتاع العسل هذا. واش نقول لكم، ريحته ما شاء الله طبيعي 100%. انا على ضمانتي جربته، كما جربتوش مش حنوريه لكم. اللي حب يشري كما قلت لكم هذا العسل، او هذا اللي يبيع العسل راهو متواجد في بجايه، ولايه بجايه. يبيع العسل ويبيع زيت الزيتون. زيت الزيتون تاع تيغرمت، اللي يعرف بجايه تاع تيغرمت. حتى العسل هذا في جبال تيغرمت فما اللي منحلين هذا العسل. هنا ضفت بعض الملاعق على هذيك المكونات كامل. كما قلت لكم اللي حب يدموندي هذا الزيت ولا هذا العسل، الرقم الهاتف راهو في اسفل الفيديو. راح ان شاء الله نخليه لكم في تعليق مثبت
في صندوق الوصف. فوالا راحت لي الهضره. المهم خلط مليح كما راكم تشوفوا، ونبقى غير نضيف بشويه بالعسل، ما تكثروش بزاف. هذا الوصفه نتاع الذاكره قلت لكم لولادكم اللي ما يشفاوش، سورتو اللي يقراو ما يحفظوا ما يشفاوش، راح تقوي لهم الذاكره، وصحي فيه فيتامينات بزاف للجسم نتاع الانسان كما قلت لكم. هنا راح نوضعوا في هذا لو بوكال هذا، ومحكم الاغلاق، لازم يكون يتسكر مليح باش ما يفسدلكمش. فوالا. وكل صباح تعطيوهم على الريق او على الفراغ اجا، تعطيو لهم غرفه نتاع قهوه ياكلوا منهم، ومن بعد تفطروهم عادي. فوالا. نتمنى تكونوا فهمتوني. كما قلت لكم هذا العسل اللي حب يشري، يعني الناس اللي تسكن في بجايه واللي يسكنوا شويه بعاد على بجايه، هذا هو رقم الهاتف، تتفاهموا مع اللي يبيع فيه، وهو يدبر راسو كيفاش يدير لكم التوصيل، ولا وين تتلاقى، ولا اللي حب يشري. كما قلت لكم انني جربته وباش حطيته في القناه، كون شفتو ما يصلحش والله جامي انا نحط قناتي، يعني نديرو في قناتي ونوريه لكم. انا كون نحب كل خطره نحب نجيب لكم حاجه جديده تكون يعني تكونوا تستفادوا منها وتدعوا لي بالخير. فوالا. هنا بعد ما درتو كما راكم تشوفوا حطيته في البلاره وحطيته بجيه. زيت زيتون ثاني تقدروا ديروا لهم هذاك الكرطوس اليابس، ديروه في الزيت، وكل صباح تفطروا ولادكم عليه، فاني مليح بزاف للصحه وللذاكره وكلش. فوالا. كما قلت لكم هاني حطيتهم لكم هنا. الكبيره دير 350 والصغيره دير 250، وزيت زيتون يدير 80,000 الإطرة. هذا هو الفيديو تاعنا تاع نهار اليوم. واذا عجبكم الفيديو ما تنساوش اللايك والبارطاج، واللي مازال ما ابوناش يابوني، ونقول لكم مرحبا باللي بابوني جدد، ونتمنى ان شاء الله هذا الفيديو ان شاء الله يعني تستفادوا منه كامل. واللي حاب يشري راني كما قلت لكم خليت لكم رقم الهاتف في اسفل الفيديو، ونقول لكم مع السلامه والى فيديو قادم ان شاء الله.